بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشرنان مبارك تنطلب من الرابطة المغربية لحقوق الإنسان مؤازرتي في قضية زوجتي المياسي حسنية المحكوم عليها بالسجن المؤبد ظلما وعدوانا. السلام عليكم. المياسي توفيق. جيت نعاود واحد القصه ديال الاخت ديالي كانت خدامه في واحد الوكاله تحويل الاموال وفاكاش من مدينه مشرع بالقصيري. تعرضت لواحد الاعتداء لو ان في 2014 حيث تهجم عليها واحد ضربها. طاحت، هزوها داوها للسبيطار. من بعد كنتفاجئوا بان المحاضر ديال الضابطه القضائيه كلها ما فيهاش حتى حاجه، ما فيها مقاده مزيان، لان الخبرات كتكذب كل شيء، وبالاخص الشهود اللي حضروا في المحكمه ديال الاستئناف اخر جلسه كياكدوا بانهم ملي جاو الشاهد الاول جا لقى السيده كتضرب بالموس، السيد كيضرب فيها. ملي خرجت لبرا سدت عليه الباب، جا هو شد الباب عاونها. جاو جوج شهود اخرين كيشوفوا كيطلوا، قال لك السيد كنلقاوه واقف لداخل كيتسارى وسط القاعه، السيده مضروبه برا. مع العلم ان ملي جات الضابطه القضائيه كتقول لك انا راه لقيته طايح لداخل في الطواليت. فمع العلم ان الناس اللي دخلوا مع الضابطه القضائيه كيدخلوا كيلقى السيد جالس صحيح ما فيه حتى حاجه، جالس في الطواليت. كاميرات التسجيل دابا مجات الضابطه القضائيه قالت لك انها صيفطت الدي في ار المختبر ما فيه لا تسجيل لا والو، في حين ان السيد اللي خدام في مع الاخت ديالي في الوكاله عيطوا له الضابطه القضائيه قالوا له واش كتعرف تحل هاد الدي في ار؟ ما تحلو. قال لهم حنايا ما كنعرفوش، لان كاينه مصلحه خاصه اللي كتجي كتقابل هذا الشيء، لان ما عندهمش شاشه اللي كتبين التصوير ديال برا ولا التصوير ديال الداخل عندهم في الوكاله. اش بهم؟ عيطوا للسيد المسؤول وجاو حلوها. الشاهد شد بها بانه حلوا الكاميرا الخارجيه وتفرجوا فيها نص ساعه عاد هزوها داوها. الو. وي كنسمعك، تفضل. انا المياسي حسنيه، وقع لي مشكل في الوكاله ديال تحويل الاموال، وكمستخدمه في ديك الوكاله. واحد السيد كان تهجم عليا تمايا وبقى كيضربني، وكان عنده الموس في يدو وبقى كيضربني. استطعت انني نفر منه، ولكن هو كان الناس حاصروه داخل الوكاله، بقى تمايا. كنكتشف في الاخير ان هذا السيد توفى، تضرب وتوفى. وانا بعيده على هذا الموضوع، واتهمت بانني قمت بالقتل ديالو مع انني بريئه من هذا الموضوع. وما عرفتش شكون اللي ممكن يكون هذا، واش بفعل فاعل ولا ما عندي حتى فكره على هذا الموضوع. ملي كنتي في الاداره لداخل، ملي كنتي في داخل الوكاله، نعم. شكون اللي دخل من بعد؟ يعني وقعت الواقعه، شكون اللي دخل تما؟ دخلت الشرطه والناس معاهم. دخلت الشرطه. في ساعه دخلت الشرطه كان هو كان حي؟ ما نقدرش انا نجم، لان انا كنت في الزنقه طايحه وكان مغمى علي، والناس هما اللي بقاو شادين الباب تمايا. وقال لك جاو الشرطه، وانهم حتى كنكتشف ان هاد السيد تضرب. ومني لحقت المستشفى قالوا لي بانه مات وسقط في الحراسه النظريه، حتى كنكتشف انني متهمه بانني قتلت هذا السيد. شحال ديال الوقت استغرق الشرطه استغرقت داخل الوكاله بالضبط؟ شحال يكون الوقت بقات لداخل مع الضحيه؟ بزاف، لانني انا هزوني وداروني في لومبيلونس، وبقيت جالسه في لومبيلونس بزاف الداخل ديالها. وشويه كيبان لي انهم حتى هو خرجوا نقلونا بجوجنا في نفس الامبيلونس المستشفى ديال المدينه. بقيت بزاف انايا برا، وشويه طلعوني في لومبيلونس وخلاوني وسطها. هو خرجوه من الوكاله حي ولا كان؟ هو منين انا طلعوه حدايا حرك رجليه باش بقيت نقول لهم هذا غادي ينوض لي، وقالوا لي حنا شرطه ما عندك مناش تخافي، وصافي ومشينا كاملين للطبيب المستشفى. هادشي اللي وقع. ومنين تنكتشف ان هاد السيد مات وكيقولوا لي بانك انت قتلتيه وسبقت التهمه ديال القتل، وانا ما دايره حتى شي حاجه من هذا الشيء. ما عندي حتى شي علاقه بهذا الموضوع. عندهم شي ماده يعني شي ماده ملموسه، يعني او يعني الاله
او نعم. الوسيله باش تم القتل ديال هذاك الانسان، يعني باش شنو هو الخبره، شنو خرج، شنو داروا في الخبره، لا شنو؟ هما اصلا دابا انا كنكتشف بانه ما كايناش حتى الاداه الجريمه ما كايناش. تيقولوا لك بانني قتلت انايا، وشويه تيقولوا لي السكاكين كانوا داخل، هذا هو اللي كان عنده الموس، كنقول لهم انا ما قصدتش هذاك الموس نهائيا، ما حطيتش يدي ليه. شويه تيقولوا لي كاينه بصمات، كنمشي لهذاك نلقى ان الخبره العلميه جايبه لا دي ان، خبره لا دي ان ماشي ديال لي زومبرين. بالاخر تيقول لك بان حق السكاكين تم الاخفاء ديالهم، ما كاينينش، ما وصلتهمش الشرطه القضائيه للقضاء، ما كاينينش. اتهموني بانني كنعطل الكاميرات، وهما كاميرات خدامين لان ما يمكنش واحد الوكاله ما عندهاش سيستم سيكوريتي ديالها. في الاخر تنكتشفوا انهم تفرجوا في واحد المقطع من الفيديو داخل الوكاله، وتيقول لك بانه ممسوح ما كاينش فيد، لا يعقل. وبزاف الحوايج، شويه قالوا بانني عندي نمرته، النمره ديالي عنده هو في البورطابل، جات الخبره ديال الاتصالات بانه ما كاينش لا علاقه بين النمره ديالي ولا النمره ديالو. تهموني بزاف الحوايج، وهما بنفسهم يعني ملي كتجي الخبره ديال هذا الشيء كتكون هذاك الشيء غير توهم. وفي الاخر انا محكومه هنايا وجالسه هنايا ما دايره حتى شي حاجه. دخلتي واش درتي شي اضراب عن الطعام؟ نعم. سبق درتي شي اضراب عن الطعام؟ اها ضروري خصني انايا انا ما دايره حتى شي حاجه، حقي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنبغي نتكلم حول الملف اللي هو دار، كان سبق له انه دار ضجة اعلاميه سنه 2014 حول مقتل معلم داخل وكاله بنكيه وفاء بليس، اللي هي الكائنه بمشرع بالقصيري. هذه الجريمة اللي تحكمت على إثرها سيدة مستخدمة بنفس الوكالة البنكية، والتي هي زوجة صاحب الوكالة، اللي هي الاسم ديالها حسنية المياسي، المعتقلة حاليا بالسجن القنيطرة، والمحكوم عليها ابتدائيا بالمؤبد. هذه السيدة تقول على أن الملف ديالها كله مفبرك من طرف جهة معينة لم تسميها. بالنسبة لنا عندنا تصريح ديال السيدة حسنية المياسي، وهناك تصريح للعائلة ديالها اللي هو الأخ ديالها. كذلك المشاهدين الكرام غادي يطلعوا على التصريح ديال الأخ ديالها حول هذه القضية، واتهام جهات معنية بفبركة الملف والتواطؤ مع عائلة الضحية من أجل إبقاء على حسنية المياسي داخل السجن والحكم عليها بأقصى العقوبة. بالنسبة للشهود، هناك شهود يعني صرحوا في الأول، يعني صرحوا بأن ما شافوش حتى شي حاجه من العمليه ديال القتل، لان السيده لما كانت في البنكه كانت خدامه كتأدي المهام ديالها. دخل عندها المسمى جلال الجراح الضحيه، دخل عطاها ورقه ديال الاورو باش تصرفها ليه. لما طلبته البطاقه الوطنيه كتفاجأ انه وجبت السكين وبدا كينهال عليها بالضرب، وهي كبغات تهرب منه وكيضرب فيها، تضربات في العينين ديالها، الجهاد الكلوي ديالها، في الذات ديالها كامله. اذا باش تخلص منه بطريقه ما، مشات للباب كتعيط للناس باش ينقذوها، وكتعيط بالعاده وكتقول صفار صفار صفار، حسب التصريح ديال الشهود اللي راكم غادي تشوفوا، غادي تسمعوا الشهاده ديالهم صوت وصوره. وكذلك كاين اشهادات ديالو، منها بعد التصريحات ديال الشهود كاليزاسيون كاليزيا، اللي هو عفيف الحلو، مغربي الجنسيه، المسجل بتاريخ 1968، حامل بطاقه التعريف الوطنيه رقم جي ان 19872، الساكن بحي المسيره الخضراء رقم 136 بالقصيري. كيقول بمقتضى هذه الشهاده ومع كامل الضمانات القانونيه والفعليه الكافيه، اشهد واصرح شهاده تامه مني بالطوع والرضا وبكل ما تصح به الشهاده قولا وفعلا.
شرعيا وقانونيا أنه سبق لي أن أدليت بشهادة زور رغما عني تحت عدة ضغوطات من طرف مشغلي السيد إبراهيم بار صاحب محل تجاري لبيع الخمور بخصوص قضية السيدة المياسي حسنية ضد صيري السيد جلال، يعني هذا الصير ديالو جلال الجراح، حيث أنه في يوم 21 تنبير 2014 على الساعة 12 ظهرا كنت واقفا أمام محل عقاقير السيدة سمية إلى آخره، نختصر الكلام، بكالة تحويل الأموال كاش بليس متواجدة إلى آخره، فاقتربت قريب من الباب حيث رأيت المسمى جلال الجراح يضرب موظفة الوكالة المياسي حسنية بالسكين ويوجه لها طعنات على مستوى الصدر والظهر وفوق جبينها وكانت تنزف دما، وعند محاولتها الهروب سقطت أمام الباب الحديدي الذي يفصل بين صالة ومكان تواجدها، ووجه لها المدعو جلال الجراح ضربة في أسفل الظهر أمام الناس، فخرجت من الوكالة وأقفلت الباب من خلفها، فأتيت أنا لمساعدتها فأمسكت بالباب من الخارج وهو يحاول فتحه من الداخل محاولا الفرار، وبعد ذلك أغمي على السيدة المياسي الحسنية، وكان جلال الجراح ماسكا السكين بيده يتجول وسط قاعة الزبائن ويضرب الباب الحديدي الفاصل بين مكان تواجد موظفة الوكالة وقاعة الزبائن باليد الأخرى، وهو في كامل قواه الجسمانية ولا تبدو عليه أي آثار دم أو ضرب على جسده. حينها تم الاتصال بالشرطة، وعند قدوم رجال الأمن دخلت معهم وألقيت ندرة داخل المرحاض حيث كان جلال الجراح لا يزال حيا ويمسك سكينا بيده، ثم خرجت إلى قاعة الزبائن، وبعد قليل حضرت سيارة الإسعاف وأخرجت المعني بالأمر وهو ملقى على سرير الإسعاف. حينها دفعت إلى مكان عملي مخبزة سابو متواجدة بالقرب من الوكالة البنكية. بمعنى هذا الاعتراف ديال هذا الشخص هذا، ولكن الاعتراف ديالو يعني طويل. وبالنسبه لهذا الاعتراف هذا راه غادي تشوفوه في الصوره اعتراف كامل، وماشي غير ديالو نفس الاعترافات ديال 3 ديال الشهود، وكاين شهود اخرين كيعترفوا بهذه الواقعه الحقيقيه. بالنسبه لواقعه اخرى اللي هو الشهاده التقرير ديال الاداره ديال وفاء كاش، قالت شركه كاش بالنسبه للكاميرا اللي كانت في داخل الوكاله انها بالنسبه للمحضر القضيه قالوا بان يعني هناك تقرير كيقول بان الكاميرا ما كانتش خدامه، فعلا ما خداماش وكذا الى اخره. ما علينا شيء، هذا حنا ما شغلناش في هذا الشيء ديال الكاميرا خدامه ولا ما خداماش، حنا كناخذوا غير الوثائق ما يثبت عكس ذلك حسب تقرير شركه كاش بلوس تابعه لشركه رما بار في شخص الممثل القانوني. تبين ما يلي ان كاميرا المراقبه المثبته في الوكاله التابعه لشركتنا والمتواجده في شارع الجيش الملكي بالقصيري كانت مشتغله بشكل طبيعي، ولا يمكن ايقافها من طرف اي كان دون ان نعلم ذلك بالتو واللحظه طبقا لما تتيح لنا الامكانيات اللوجستيكيه، حيث يتم التدخل في حينه للاستفسار عن الامر. كما تبين شركتنا للعداله ان السيده حسنية المياسي لا يمكنها تقنيا ولا يستساغ معلوماتيا توقيف تشغيل الكاميرات دون ان تعلم مصالحنا المختصه بذلك، لتعلق الامر باجراءات امنيه جد مشدده. كما تبين شركتنا ان حال توقف الكاميرات تم ربط الاتصال بالمستخدمين بنفس الوكاله المسمى دريوش عادل، والذي افاد بان الكاميرات تعمل بشكل جيد، وان الامن يطلع على فحواها بحضوره داخل الوكاله بعدما اخبرنا بالاحداث التي عرفتها الوكاله، وطلبنا به ربط الاتصال بالمسؤول عبد المنعم حسني الذي ارشد الشرطه على طريقه تشغيل جهاز التخزين او DVR الذي كان لحدود هذه اللحظه يعمل بشكل طبيعي. وغادي نتوما بعد غادي تشوفوا هذه شهاده هذه ديال شركه تقرير ديال شركه كاش بلس، ثم غادي تشوفوا من بعد الفيديو الذي يبين ان الكاميرا كانت مشغله ساعه الحادث. نعم. بعد هاد النقط المهمه اللي جات في هذا المحضر ديال السيده حسنيه المياسي والتي او المتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد داخل وكاله بنكيه في مشرع بلق صيري، كنقولوا بان هناك تصريحات للشهود صوتا وصوره يبرئون ذمه المتهمه، وكيقولوا بانهما خوفا من الله وخوفا من العقاب يوم القيامه، وانهم شهدوا الزور في الاول بضغوطات كانت عليهم ضغوطات تمص عليهم ضغوطات، مع العلم ان الانسان راك تعرفوا ان الانسان كيدخل من الحبس لان شحال ديال الشهود كيتراجعوا للشهاده ديالهم خوفا من السجن وخوف انه بالشهاده ديالو يصير بالثمن. واحد الشهود الان راه معتقل بهذه الشهاده ديالو اللي شهد بها الاخيره، لان لو كانت الشرطه القضائيه فان الشرطه القضائيه تبين لها لان او النيابه العامه تبين لها ان الشهاده الاولى ان اللي شهدها شهاده الزور،
فإذا الشهادة الثانية فهي حقيقة. فإذا وجب إطلاق السراح ديال السيدة حسنية المياسي إذا كانت المحكمة فعلا أنها تبين لها على أن الشهادة ديال الشاهد أنها زور الأولى. لكن فإذا كانت اعتبرت الشهادة الثانية هي شهادة ديال الزور والشهادة ديال الشهادة الأولى حقيقة، فإذا نعرفوا شنو هو السبب اللي خلى هذا الشاهد يقول في الأول الكذوب وفي التالي على الحقيقة، أو شنو اللي خلى الشاهد يقول الحقيقة في الأول وفي الآخر يقول الشهادة ديال الكذوب. إذا هنا كنطلبوا فتح تحقيق. إذا حنا اللي كنطلبوا يعني حنا كما كنقولوا يعني عضو ناشط، عضو حقوق الإنسان، عضو الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، كنطلبوا من السيد الحموشي أنه يشوف هذا الملف وأنه يفتح تحقيق معمق في هذا الملف، نظرا باش يرد الكرامة للناس ويرد الكرامة للضحايا والمظلومين. والناس كيستنجدوا به كاع الضحايا، بعض المظلومين يستنجدون بالسيد الحموشي لأنهم شافوا فيه إنسان عملي، إنسان ديال الخير، إنسان كيساعد الناس، كيساعد المظلومين، كيوقف مع المظلومين، يحارب الفساد. كيطلبوا منه أنه يوقف بحزم ويفضح أي خروقات اللي كتوقع، وهذه الخروقات اللي كتصيفط اللي بسببها كيدخلوا ناس للسجون وكيظلموا وكياخذوا يعني مدد سجنية طويلة وهم ليسوا بمتهمين. إذا بالنسبة لهذا الشيء اللي تبين للمشاهد الكريم، احنا بغينا نوضحوا يعني الطريقة. عندنا طلب ديال المؤازرة من العائلة ديال الضحية، كتقول بأن السيدة حسنية المياسي بأنها مظلومة ولا علاقة لها بجريمة القتل، وأنها ما قص شيء نهائيا المعلم جلال جراح اللي هو دخل عند الشركة بنية أنه يسرقها حسب تصريح العائلة وتصريح ديال السيدة المتهمة. إذا غادي نبقاو معكم باش تشاهدوا تصريحات ديال الشهود وبعد الوقائع المتعددة، وهي التي منها ما ينفي ومنها ما يثبت ويؤكد الحقيقة مع الباطل. ونخليو للرأي العام الوطني اللي هو اللي يعطي النتيجة ديال هذا التقرير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا السيد حلوى عفيف الحامل البطاقة الوطنية GN 19872. في هذا اليوم وفي هذه الساعة المباركة تنوجه هذا الفيديو باش يشوفوا سيدنا ملكنا الحبيب محمد السادس نصره الله، باش يحميني لأني سبقت شهدت واحد الشهادة كان عليا ضغوطات باش نشهد داك الشهادة اللي ما يبغيها راه الله لا عبد. ولهذا في هذا اليوم المبارك تنطلب من سيدنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس باش يحميني من هاد الطغاة، لأن مشغلي إبراهيم بار فرض عليا باش نمشي نشهد، لأن نهار 1 في شهر 9 2014 كانت وقعت واحد الجريمة في مشرع بالقصيري في شارع الجيش الملكي، إحدى الوكالات البنكية. تواقف أنا وسومية واحد الساعات نسمع الصراخ العداوة عباد الله، البنت تتغوت. قلت سومية شوفي اختي سومية البنت تتغوت العداوة، قالت لي لا راه شي حاجة. طلعت الشارع ولحقت لقيت السيد اللي داخل وسط الوكالة شاد الجنوي وتيوجه لها الطعنات في صدرها وفي وجهها وفي فمها، وتفكت منه وتبعها ضربها في ظهرها، طاحت وناضت ولات عاوتاني طاحت وناضت وشدت الباب برا، سقط الباب شداتو برا. مشيت تنجري شديت لها الباب قلت لها مالك يا اختي؟ قالت لي شي واحد هو داخل يقتلني. هداك اخويا قالت لي راه يخرج يقتلني، شد الباب. تما تيجي تنلقى الكرسون القهوه قاسم العبدي والدري اللي خدام في لافاش وشي عيالات، بقينا نغوتو والناس يغوتو شفار. بقينا شاد الباب وتيمشي وتيجي في وسط كولوار تيبغي يحل عليا الباب وتيضرب شويه، شديت الباب وعطيتو الدري اللي في جنبي وغوتنا للبوليس. هو صافي بقى دخل الباب ديال الحديده وبقى تيخبطو
وشويه دخل في واحد الكور، درت فيه البنت المياسي حسنيه، قلت لها ياك ما عنده منين يهرب من ليه؟ قالت لي لا والو، ما عنده منين يهرب. قالت لي ما عندوش. ولهذا تنطلب من سيدنا الحمايه يحمينا من الطغاة، وتيقول عاش من شرف قدره وقدر أقدار الناس، كل حق له حقه والعدالة هي لا إله إلا الله، لا تظلمن إذا ما كان الظلم مقدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم يدعو عليك وعين الله لم تنم. وتنطلب من سيدنا الله ينصرو والأمير مولاي رشيد ولي العهد مولاي الحسن والأسرة العلوية، الله يطولنا في عمرهم باش يحميونا من الطغاة، لأن تفرضوا علينا هذه الشهادة، وهذه الشهادة ما كناش خصنا نشهدوا بوب جراء، بوب السيد اللي مات جراء، بوب جراح، بوب حيت هو نسيبي وذاك مشغلي، لأن خدمت معاه 17 عام بلا أوراق بلا واجبات بلا حقوق، وعاش الملك. وديك الساعة مع الضغوطات كثيرة من طرف جراح، بوب السيد اللي مات، ومشغلي ونبيل طابقة، وذاك المعلم اللي تيجي وكلشي، والدار بقيت نهرب، نحاول نهرب، والبوليس تيجيو عندي يوميا، عاود تشد حتى نهار 4 أيام، مع 7 العشية مشيت درت المحضر، كان عليا خصني نعرف فوقاش نبعد من البوليس، سنيت وخرج بحالي. وبالتهديدات كانت عليا بزاف كانت عليا التهديدات، وحنا ملي السيد تنشوفوه تنجي عاودت الحقيقه لبوب الدري، قلت له ها كاين قال لي لا ما تشي ما صالحش لولدي، قال لي ولدي عمرتو يحيدوا له الماندا وهادي وعاد ما تشي ما صالحش. قلت له راه ولدك دخلت ولقيتوه باقي قاعد وشاد الموس، باقي ولدك عنده الموس في يده. ولهذا تنطلب من صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد ولاله مريم وملكنا العزيز المحترم، الله يطولنا في عمره وعاش الملك، والسلام عليكم ورحمه الله. وهذا الفيديو انا درته في هذا اليوم باش لامت نكون مصفي رقبتي مع الله تعالى وتبارك، لان الوالده قالت لي هي والمراه ديالي، قالت لي سير ولدي نقي رقبتك، قالت لي هادشي اللي درتي راه ما يبغيه الله لعبدو. ودابا انا صغبت هذا الفيديو تلامت، بينما ديك السيده مياسي حسنيه ما شهدناش فيها بالطريقه اللي خصنا نشهدوا فيها، ودابا تنطلب منها باش تسمح لي، وعاش الملك. تنطلب من المياسي حسنيه باش تسمح لي، لان حكموا عليها هذيك العقوبه قاسيه، حيت ما شهدناش بالشهاده الحق، وعاش الملك. حكموا عليها بهذيك العقوبه قاسيه المؤبد، وعاش الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله أن أقول الحق، أن المسمى السيد أحمد الحامل البطاقة الوطنية GN 49-101 أشهد على نفسي وأنا في كامل قواي العقلية أنه يوم 1 في شهر 9 2014 بينما كنت أزاول عملي كنادل من مقهى المسيرة، وحوالي الساعة 9:30 صباحا ملي كنت غادي بطلبيات بعض الزبائن اللي كيتواجدوا حوالي 50 متر عن المقهى، لاحظت المسمى جلال الجراح وهو يدخن بشراهة مقابل لوكالة تحويل الأموال، ومشيت تقريبا 3 المرات عند أولئك الزبائن، ولكنه لم يبارح المكان ديالو المقابل للوكالة. وحوالي 12:10 سمعنا نداء الاستغاثة، ملي طليت بانت ليا عاملة الوكالة طايحة برا وكتعيط العداو. مشيت كنجري ولقيت قاسم العبدي مول التلفازات شاد الباب من برا وكيقول راه هو الحرام هاز المواصل داخل. وملي طليت بان لي جلال الجراح هو غادي هارب للمرحاض، هاز الموس في يدو حي يرزق. في تلك اللحظة أخذ زيت من عند امرأة كانت بجانبي اللي سميتها أمي زهرة مرت الملاح، وخديت زيف وحطيته للبنت ديال الوكالة على الجبين ديالها اللي كانت عندها ضربة كبيرة وكان كينزف منها الدم كتير، وشفناه كيطل علينا من خلف الستارة 2 المرات، وانا نسولها واش عنده منين يهرب، قالت لي لا. بعد نصف ساعة جاو البوليس ودخلت معاهم، كان قدامنا عفيف حلوى هو اللي القدام، ودخلنا. وملي طلينا بان ليا جلال الجراح جالس فوق الطواليط دافق للمياه حي يرزق. وملي
دار فيا هذيك الساعه البوليسي اللي هاز الفردي في يده وقال لي شكون انت؟ قلت له ودي انا جارها. قال لي سير بحالك. وملي بغيت نخرج بان لي حيزون انوار شاد الباب من الداخل على المتطفلين باش ما يدخلوش، ومشيت للقهوه. شنو وقع من ورايا الله اعلم. وبعد ساعه تقريبا جات الاسعاف وهم يخرجوا جلال الجراح هزينو، وسمعت الناس كتقول راه انتحر. وانا نجي حدا الاسعاف باش ندير شطله، لقيت البوليس اخرين من غير اللي كانوا لداخل كيطمئنوا البنت، كيقولوا لها غير طلعي كاع ما تخافي، حيت بغاو يركبوها حدا جلال الجراح اللي كان ممدد في الاسعاف وكان باقي كيتحرك وهي خافت ما تطلع حداه. والله شاهد على ما اقول.